السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة حلوة جدا من صدور الفراخ. لو عندك بقى صدر فرخة تعالي هنعمل مع بعض وصفة حلوة قوي تنفع للعشاء او الغدا بتتبيلة مميزة جدا. وعايزة اقولك ان هي سريعة جدا في التحضير، مش هتاخد معاكي 10 دقايق تحضير وهتكون جاهزة ان شاء الله. جربيها وهتدعيلي. ما تنسيش بقى تشتركي في القناة لو لسه ما اشتركتيش، وتعملي لايك وشير كتير لاصحابك وقرايبك عشان يدعولك على الوصفة الجميلة السهلة دي. يلا بينا نسمي الله ونبدأ في وصفتنا. اول حاجة انا جبت بصلتين وسط كده، وهبدأ اقطعهم شرائح كده بالشكل ده، جوانح كده رفيعة جدا على قد ما تقدري. تمام كده. طيب لو مش هتعرفي تقطعيها بالسكينة بالشكل ده، تقدري تستخدمي المبشرة، هتطلع معاكي البصل شرائح رفيعة جدا بالشكل ده. وتقدري تستخدمي بصل ابيض او احمر، المتوافر عندك في البيت استخدميه عادي جدا، ما توقفيش نفسك خالص. اهم حاجة تقطعيها شرائح رفيعة كده بالشكل ده اللي انت شايفاه معايا ده. بعد ما قطعناها كده هبدأ ان انا احطها في البولة بتاعتي. وبعد كده هجيب كمان الفلفل بتاعي، حابة تستخدمي فلفل حامي تمام، حابة تستخدمي فلفل حلو او الاتنين زي ما انا هعمل دلوقتي، اللي انت حباه براحتك خالص. تمام كده. هنقطعه شرائح، اهم حاجة نقطعه شرائح رفيعة كده بالشكل ده زي ما قطعنا البصل بتاعنا، شرائح كده برضو رفيعة جدا على قد ما تقدري. وطبعا لو حابة تزودي الفلفل الحامي براحتك خالص، انا استخدمت فلفلتين حاميين وفلفلتين باردين، وانت طبعا براحتك خالص تقدري تزودي او تقللي اللي انت حباه. شايفين انا بقطعه رفيع خالص اهو بالشكل ده. وبعد كده هجيب برضو البولة بتاعتي وهبتدي احط فيها الفلفل بتاعي. وبعد كده هنبدأ بقى في تقطيع صدور الفراخ بتاعتنا. انا استخدمت صدرين فراخ، لو انت حابة تستخدمي صدر واحد مفيش اي مشكلة خالص. طبعا انا غسلتها في الاول حلو جدا، وبعد كده هبدأ اقطعها كده شرائح رفيعة بالشكل ده. لو مش هتعرفي تقطعيها تقدري تسهلي على نفسك وتشتري بانيه جاهز على طول، بس انا كان المتوافر عندي صدور فراخ، فقلت اقطعها معاكم عشان لو حد عنده برضو صدور زي كده يعرف يقطعها ازاي بكل سهولة. شايفين؟ نحاول نقطعها شرائح كده وسط، ولا رفيعة قوي ولا سميكة قوي، يعني وسط كده عشان تكون طرية معاكي بعد السوا، وكمان تستوي حلو جدا زي ما انت شايفة معايا كده بالشكل ده. بعد ما قطعناها كده شرائح هبدأ اقطعها بالطول كده زي ما انت شايفة معايا. هي دي التقطيعة اللي انا محتاجاها في وصفتي النهاردة. شايفين الشرائح برضو بتاعتي؟ وسط كده، ولا رفيعة قوي ولا سميكة قوي. تمام كده بالشكل اللي انت شايفاه معايا ده. نيجي بقى للحظة المنتظرة. التتبيلة دي يا جماعة مميزة جدا بجد، هتعجبكم قوي وهتطلع معاكم الطعم رهيب وحلو قوي. اول حاجة هحط على صدور الفراخ بتاعتي النهاردة معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وكمان احط معلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة من الكزبرة الناعمة المطحونة، بتديني بقى ريحة وطعم حلو جدا. تمام كده. ومعايا كمان معلقتين صغيرين من البابريكا، بتديني بقى طعم ولون جميل قوي. طيب لو حابة ان انت تزودي شطة تقدري كمان تزودي نص معلقة شطة، او لو انت حابة براحتك خالص. تمام كده. وكمان هحط معلقة صغيرة من الكاري، بيديني بقى طعم حلو جدا للفراخ برضو بتاعتي، او توابل الفراخ المتوفر عندك استخدميه. ومعلقتين كبار من الزبادي، بيطريها جدا ويخليها جوسي معايا كده بعد السوا، مش ناشفة خالص، بتطلع جميلة جدا. وهحط كمان معلقتين كبار من الكاتشب او الصلصة، بس بصراحة الكاتشب بيديها طعم مميز جدا وطعم حلو قوي، فلو متوافر عندك الكاتشب هيكون افضل كتير. تمام كده. وهحط كمان معلقتين كبار من الخل، الخل العادي الابيض بتاعنا بتاع السلطة. وهحط كمان عصرة ليمونة كاملة. تمام كده، عصرة ليمونة كاملة بالشكل اللي انت شايفاه معايا ده. والمكون السحري معانا النهاردة هو فنجان صغير من السيفن اب، بيديني طعم مميز وحلو قوي قوي لصدور الفراخ بتاعتي، وهيفرق في طعمها جدا. لو اول مرة تعرفيه جربيه وقوليلي رأيك، وبجد هتنبهري من النتيجة، هيديكي نتيجة تحفة جدا.
هدمج المكونات بقى مع بعض زي ما انت شايفة معايا كده. شايفين بقى الجمال؟ شايفين لونها حلو قوي ازاي؟ الكاتشب والبابريكا اداها لون يعني تحفة جدا زي ما انت شايفة معايا كده. هغطيها بقى بكيس او ستريتش المتوافر عندك، تمام كده، وهدخلها التلاجة مش اقل من نص ساعة، عشان انا عايزة الفراخ بتاعتي تشرب التتبيلة حلوة قوي عشان تديني نتيجة ممتازة جدا. شايفين شكلها حلو قوي ازاي؟ بعد كده هجيب الطاسة بتاعتي وهنزل فيها بمعلقتين زيت او 3، واول ما الزيت بتاعي يسخن هبدأ انزل بقى بالبصل بتاعي زي ما انت شايفة معايا كده. شايفين البصل مقطعاه شرائح رفيعة جدا زي ما انت شايفة معايا كده. وهرش على البصل رشة ملح خفيفة كده عشان يسهل ان البصل يدبل معايا بسرعة. وهنفضل نقلب في البصل شوية كده، احنا عايزينه بس يطرى مش لونه يتغير خالص، عايزينه لونه فاتح جدا او ذهبي كده يعني ما تغمقهوش خالص. ورشة الملح بتساعد ان البصل يدبل معايا بسرعة. شايفين بقى لونه؟ هو ده اللون المطلوب. تمام كده، هبدأ احط البصل على جنب كده، وبعد كده هبدأ انزل بقى بالفراخ التحفة جدا بتاعتي. انا عايزة الفراخ تاخد صدمة كده. هوزعها كويس جدا في الطاسة تمام كده بالشكل ده. هتبدأ تنزل ميتها، هتشوفي دلوقتي معايا اهي نزلت ميتها، هتبتدي تستوي في المية بتاعتها، مش محتاجة انك تزودي لها اي سوائل خالص لانها تستوي في ميتها. تمام، شايفين منزله مية قد ايه؟ هي هتستوي في المية بتاعتها دي. تمام كده. بعد كده هبدأ اضيف معلقة صغيرة من الملح، وطبعا الملح على حسب الرغبة، حابة تزودي او تقللي براحتك خالص. وكمان هضيف عليها معلقة صغيرة من الثوم، بتديها بقى طعم وريحة هتوصل معاكي لاخر الشارع. معلقة الثوم دي بتفرق جدا، وشمي بقى احلى ريحة. تمام كده. كده ميتها خلاص نشفت زي ما انت شايفة معايا كده. هبدأ ان انا ادمج بقى البصل معاها بالشكل ده. هدمج البصل كده مع الفراخ بالشكل اللي انت شايفاه معايا ده. تمام كده. ودلوقتي بقى هضيف عليها الفلفل الجميل بتاعي الملون ده، هحطه على الفراخ بالشكل ده وهقلبه كويس جدا. هدمجهم كده كويس جدا مع بعض، واسيبهم حوالي 4 دقايق واطفي النار عليها، ما زودش في التسوية عشان انا عايزة لون الفلفل بتاعي يكون حلو كده. جربي بقى الوصفة دي وبجد هتدعيلي. شايفين شكلها حلو قوي ازاي؟ وريحتها بقى مش قادرة اقول لكم خطيرة. قدميها بقى في طبق التقديم كده وجنبها بطاطس محمرة، اولادك بجد هتعجبهم جدا ويسألوكي عليها كل يوم. انا مش مسؤولة بقى بصراحة. جربيها، حاجة مضمونة كده، انت اللي عاملاها بايدك في البيت، جميلة والطعم مميز جدا. اعملي لهم احلى سندوتشات وابهريهم بطعمها. شايفين بقى جمال الساندويتش حلو قوي ازاي؟ جربيها وهتدعيلي ان شاء الله. يا رب يكون الفيديو عجبكم ان شاء الله كده، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.